يا ترى مصير حليمة ايه بعد معرفة الحقيقة؟ حليمة بتمر بنقطة تحول كبيرة واللي هتغير مسار حياتها. يا ترى حليمة هتقبل بالحقيقة؟ كمان علاقتها بصوفيا والأحداث الجاية هتخلي قصة حليمة أكتر إثارة. حليمة الآن في معركة حاسمة بين الحقيقة والخداع. صوفيا غيرت مسار حياة حليمة لما كانت طفلة وأخدتها ومسحت الذاكرة ليها، كمان ربتها كعدو لأمها وأبيها بحجة الانتقام. ولكن الآن بالا عملت مجهود عظيم وقدرت توصل لحقيقة بنتها. الوضع اختلف حاليا، أصبحت حليمة عارفة الحقيقة اللي اتصدمت لما عرفت إنها حليمة، لكن أكاذيب صوفيا كانت راسخة في ذهنها بشكل كبير لدرجة إنها ما قبلتش الحقيقة بشكل كامل. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ حليمة قدامها اختيارين، وبناء على اختيارها هيحدد مصيرها. لو راحت لعثمان وبالة لمعرفة الحقيقة، هيقدر عثمان وبالة انهم يستوعبوا حليمة وانها تتجاوز المحنة اللي عاشتها السنين اللي فاتت والإيمان بهويتها المفقودة مرة تانية. ولكن لو اختارت الطريق الخطأ وراحت لصوفيا لمعرفة الحقيقة، هيترتب عليه كارثة كبيرة. صوفيا هتعمل حيلة لمفاجأة حليمة أكتر وخدعها مرة تانية، ولكن لو حست إن حليمة خرجت عن السيطرة، هيتم سجن حليمة أو القضاء عليها. يا ترى مصير حليمة هيكون إيه؟ بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.